نهاركم جميل وكله خير وفرحة بإذن الله. استكمالا لسلسلة الأكلات السريعة واللذيذة جدا، جبت لكم النهاردة أحلى طريقة تعملوها للسوسيس بخلطة خطيرة. من لذاذتها هتغمسوها بالعيش كده لوحدها. بجد دي أحلى وأسرع طريقة للسوسيس بكين، رهيبة وسهلة جدا، هتدمنوها بعد كده. هنعمل منها سندوتشات وكمان قطع مكرونة هوت دوج تتاكل كده أكل. يلا نبدأ، بس ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو أول مرة تشوفوني، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هحضر المكرونة. حلة على النار هحط فيها معلقة ملح ونقطتين من الزيت واسيبها تغلي، وعلى ما تغلي بقى هروح احضر خلطة الهوت دوج. هحتاج 4 حبات من الفلفل الرومي، ولو في فلفل الوان كمان نزوده، معاهم حبة بصل و2 قرن فلفل حامي ممكن نستغنى عنه لو مش بنحب السبايسي، و2 من الطماطم تكون طرية شوية، يعني مش عايزاها ناشفة ومحجرة، لا عايزاها طرية وفيها سوائل كتير. قطعت البصل شرايح رفيعة والفلفل الرومي كمان شرايح. الكمية دي عاملاها ل 12 واحدة تقريبا من السوسيس، تكفي 3 افراد. لو هتقللوا عن كده استخدموا نص الكمية. بنخرجه من الفريزر قبلها بوقت يفك عشان نعرف نقطعه، او لو مستعجلين ممكن نحطه في الفرن ساخن مسبقا، يعني نسخن الفرن شوية ونقفله ونحط السوسيس، او نحط دقيقة بس في الميكرويف. ودي بس الطرق اللي تنفع. ما تحاولوش تسلقوه ولا تحطوه في مية سخنة عشان ما يفقدش طعمه ودهونه وينشف. قطعت السوسيس حلقات تكون متوسطة كده، والطماطم كمان قطعتها مكعبات بالشكل ده، وزي ما قلنا تكون طرية. هروح احط المكرونة بتاعتي تتسلق. انا استخدمت الهلالية، ممكن تستخدموا اي نوع يعجبكم. في طاسة بقى هحط 4 معالق من الزيت يسخنوا كويس، وانزل بالسوسيس اشوحه كويس جدا الاول. بقعد اقلب فيه كده، ما بسيبوش عشان ما يتحرقش لحد ما ياخد اللون الاحمر ده. انزل بقى بالبصل وعلى طول احط البهارات والملح عشان البصل ينزل ميته. هحط البهارات عبارة عن معالق صغيرة من الملح والكمون، فلفل اسود، وكوبيبة صيني بتدي طعم ونكهة رائعة، ممكن نستبدلها بجوز الطيب لو مش متاح. نقلب بقى البصل بالبهارات كويس واشوح السوسيس فيهم كويس قوي. بعدين نزلت بالفلفل. هقلب بقى كله مع بعض كويس لحد ما الخضار يدبل خالص. هنزل بمكعبات الطماطم واقلب كله مع بعض كده، واوطي بقى النار واغطيها عشان الخضار كله ينزل ميته والسوسيس يشربها. هروح بقى اصفي المكرونة اللي سلقناها واسيبها على جنب، وارجع تاني للسوسيس. زودت هنا 3 كيس من الكاتشب بما يعادل معلقتين كبار، ونقلبها تقلبتين على نار عالية ونطفي على طول عشان نحتفظ بالصوص الجميل ده. بصوا بقى شكله لذيذ ازاي وجوسي جدا، بجد طعمه رهيب واقل مكونات، حتى ما احتاجتش لفلفل الالوان. طيب انا عندي اطفال وفي نفس الوقت بنحب السوسيس سبايسي، اعمل ايه؟ باخد حبة كده من السوسيس في طبق بره، وبعدين ابدأ ازود الفلفل الحامي، ولو عايزينه حامي قوي ممكن نزود هوت صوص لو متوفر. تقلبتين بقى واطفي، وخلاص كده السوسيس بقى جاهز معانا. شكله بجد يجوع وريحته رهيبة، لازم تجربوه ومتأكدة هتعتمدوه على طول بعد كده. هاخد بقى السوسيس اللي طلعناه وابدأ اقلبه في المكرونة بالشكل ده كده. لو حابين المكرونة حمرا ممكن تزودوا معلقة صلصة على السوسيس الاول وبعدين تحطوا المكرونة، ولكن عندي بيحبوه كده فما بيحبوش الصلصة. هبدأ كمان اعمل سندوتشات بالكمية السبايسي اللي حضرناها، ونراعي نزود على الوش من الصوص الجميل بتاعنا ده. وبكده اكون حضرت طبق مناسب للاطفال ومغذي ومشبع ليهم، وكمان عملت سندوتشات لعشاق الفاست فود، بس طبعا انضف واوفر من المطاعم والذ بكتير جدا. ممكن كمان نعمل منه كريب بيكون رائع جدا، هنحتاج بس نزود عليه جبنة موتزاريلا. وبس كده. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اللي بنزله. ولو بتشوفوني على الفيسبوك ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.